السلام عليكم. هتكلم مع حضراتكم النهارده في واقعتين. الواقعه الاولى حصلت في محافظه الاسكندريه، والثانيه حصلت في منطقه المنيب. الواقعه اللي حصلت في اسكندريه كانت لسيده تم الاعتداء عليها من قبل زوجها. الواقعه دي لما الفيديو بتاعها انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وزوجها زي ما حضراتكم شايفين كده في الصور كان بيعتدي عليها وبيقول لها انا هذبحك زي نيره اشرف. طبعا الفيديو انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا لحد ما تم القاء القبض على الزوج. وهم بيحققوا بقى مع السيدة، كانت بتقول ان انا متزوجة من 18 سنة وانفصلنا عن بعض من 3 سنين، ولكن تم تبرئته من كل مستحقاته الزوجية، بجانب كمان ان اشترط على الزوجة انها تدفع له 10,000 جنيه مقابل ان هي تقعد في الشقة وتربي اولادهم الاربعة. ولد منهم عنده 17 والتاني 15 والتالت 10 والبنت الصغيرة عندها 4 سنوات. طبعا الزوج من فترة السبب بقى يعني اللي خلاه ان هو يعمل حاجة زي كده، بيحاول ان هو يرجع لزوجته، عمال يكلمها، ولكن هي زوجته مش قابلة العيشة معاه علشان هو بيتعاطى مواد مخدرة، وده كان السبب الرئيسي اللي خلاهم ينفصلوا عن بعض. لما هو حاول انه يتكلم معاها تاني وعايز يرجع لها تاني، الزوجة لما رفضت وفضل يلح عليها، ولكن هي كانت رافضة رفض تام. قام جاي الباشا واخد سلاح وراح لها على البيت، وحاول بقى ان هو يعتدي عليها بالضرب ويقول لها هترجعي بالعافية، يعني هترجعي، بجانب كمان ان هو كان بيقول لها ان انا هذبحك زي نيره اشرف، وكان بيهددها بالذبح عشان ترجع له بالعافيه. ولكن طبعا يعني العنايه الالهيه انقذت السيده دي وتم القاء القبض على الزوج. فده كان بالنسبه لتفاصيل الفيديو اللي انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. الواقعه الثانيه بقى حصلت في منطقه المنيب. اللي حصل بان الزوج اللي قتل واحد اسمه احمد محمد حسن، عنده 36 سنه. الراجل ده شغال سباك، كان متزوج من سيدة وطلقها وتزوج من التانية، وكانوا عايشين يعني عيشة مستقرة جدا. الناس ما كانتش بتسمع عنهم اي مشاكل ولا خناق كان بيحصل ما بينهم. اللي حصل بان احمد في يوم كان قاعد بعد ما جه من الشغل واتغدى وكان بيشرب كوباية الشاي، زوجته حطت له سم في كوباية الشاي، متفقة مع عشيقها ويجي لها لحد الشقة فوق تطلعه. وفي الاخر زوجها لما خد السم طبعا يعني كان في حالة إعياء شديدة جدا، قام جاي التاني بقطعة خشبية وضربه على دماغه. طبعا أحمد وقع على الأرض جثة هامدة، وخدوا الاتنين بعضهم وهربوا. ولكن رجال الشرطة قدروا بالفعل أنهم يلقوا القبض على المتهمين وجاري التحقيق معاهم في الواقعة. فده كان بالنسبة لتفاصيل الواقعتين. ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب من أي شر ويبعد عننا وعنكم أي سوء. هسيب لحضراتكم المصادر تحت في الكومنتات، ادخلوا بصوا عليها، وما تنسوش حاجه مهمه جدا ان احنا ناقلين الخبر وليس محققين. واتمنى ان كل اللي بيشوفني دلوقتي يتاكد ان هو دايس متابعه للصفحه، علشان عايزين نوصلها ل 100,000 كده قبل نهايه السنه، وانا واثق ان شاء الله. انا حسام حماده، اشوفكم على خير الحلقه الجايه. السلام عليكم.